السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. موضوع حلقة النهاردة شاشة 50 بوصة. دي شاشة عرض إعلانات زي ما انتم شايفين كده، بتبقى طولية بالمنظر ده. شاشة تاتش زي ما انتم شايفين كده. الجهاز هنا فيه مشكل زي ما انتم شايفين الوضع عامل ازاي. في مشكلة زي ما انتم شايفين كده في البانل، الجزء اللي هو اليمين. الجزء اللي هنا ده سليم مفيهوش مشكلة من بعد الخط اللي ظاهر قدامكم ده زي ما انتم شايفين كده. الجزء اللي هو من بعد الخط هنا في تشوه كده او ازدواج بيحصل في الصورة زي ما انتم شايفين. هنفتح كده ان شاء الله الجهاز، نشوف مشكلته ايه كده مع بعض. تابعوا معايا. قلت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت الجهاز ده التيكون اهو، والبانل هنا فيه مسطرتين، مسطرة اهي، المسطرة التانية تحت اهي، وفي فلاتة موصلة بينهم. فلما يبقى في مشكلة في بانل زي اللي احنا شفناها ديت وفي 2 مسطرة، هنفصل مسطرة منهم عشان نعرف المشكلة في أي جنب. كده أنا فصلت المسطرة العمومية اللي داخل عليها الفلاتة اللي جاية من التيكون على طول، المسطرة الرئيسية. فصلت أنا الفلاتة بتاعت المسطرة اللي تحت اهي. هنجرب كده إن شاء الله. الشاشة بتفتح اهي يا شباب. طبعا دي المسطرة اللي احنا فصلناها بتاعت النص اللي تحت، والنص اللي فوق كده طبيعي مفيهوش أي مشكلة. شغال تمام، مفيش الخط اللي كان موجود ولا الزواج، المشكلة اللي كانت بتحصل في أول الفيديو اللي أنا وريتها لكم. كده يبقى المشكلة عندنا في المسطرة اللي تحت، الجزء اللي فوق اهو تمام طبيعي. زي ما انتم شايفين انا فاصل الفلاتة اهي. هنفصل كده. كده يبقى احنا المشكلة عندنا في المسارات بتاعة الإشارات في المسطرة اللي تحت. هفصل إن شاء الله الكاميرا وأعزل لكم المسارات اللي فيها المشكلة، عشان طبعا مش هعرف أركبها وأنا بصور. هركبها كده إن شاء الله وأرجع لكم تاني نجرب إن شاء الله مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما عزلت الخطوط زي ما انتم شايفين كده، وسبت لكم الورقه اهي عشان تبقوا عارفين مكانها فين بالظبط. في المسطره التانية اللي تحت اللي احنا لما جينا نجرب فصلناها. فصلت انا الفلاته ديت اللي هي موصله للمسطره التانية. النص الفوقاني زي ما انتم شفتوا طلع مظبوط مفيش اي مشكله. المشكله كانت في المسطره اللي تحت، عشان كده انا عزلت هنا زي ما انتم شايفين كده. والجهاز شغال اهو، بص عليه كده، الصورة اهي تمام الحمد لله. مفيش اي خطوط اهوت ولا اي تشوهات في الصورة. نجرب كده تمام. الجهاز شغال اهو الحمد لله تمام. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.